تعرف ان اختيارك للمصمم الغلط ممكن يكلفك اكتر بكتير من فلوسه؟ ده ممكن يكلفك صورة البيزنس بتاعك بالكامل. عايز تعرف سر اختيار المصمم اللي هيفهم البيزنس بتاعك ويكبره معاك؟ ركز معايا في الفيديو ده. اكبر فخ بيقع فيه صاحب البيزنس ان هو بيدور على منفذ مش شريك في البيزنس بتاعه، بيدور على ارخص سعر او احسن واحد بيقلد تصميمات تانية وينسى يسأل السؤال الاهم: هل المصمم ده فاهم بيزنس؟ في فرق شاسع بين نوعين من المصممين. النوع الاول هو منفذ الاوامر، ده اللي بتقول له عايز البوست لونه ازرق وفي صوره المنتج، بينفذه بالظبط زي ما انت طلب. هو شاطر في استخدام الادوات لكن مش بيفكر معاك في الهدف. ده بيخليك انت المسؤول الوحيد عن نجاح او فشل تصميمك. النوع الثاني وهو الشريك الاستراتيجي. الشريك الاستراتيجي ده او البارتنر هو اللي بيكون قبل ما بيفتح البرنامج اللي هيشتغل عليه تصميمك بيفتح معاك تحقيق وبيعمل معاك جلسه تشخيص للبيزنس بتاعك، وهتلاقيه بيسالك اسئله زي: ايه الهدف الاساسي من التصميم؟ هل عايزين نزود مبيعات، تجمع داتا، ولا عايز تعمل وعي بالعلامه التجاريه؟ زي برضو ايه الرساله اللي لو وصلت للعميل بتاعك تخليه يتاثر وياخد اجراء؟ المنافسين بتوعنا بيعملوا ايه وازاي هنكون مختلفين عنهم؟ المصمم اللي بيسالك الاسئله دي مش مجرد ايد حلوه بتشتغل معاك وخلاص، ده عقل بيفكر معاك، بيكون هو مش مستني منك حلول، هو بيقترح عليك الحلول اللي تخدم هدفك. الخلاصه: ما تدورش على مصمم سعره ارخص، دور دايما على المصمم الاذكى. المصمم الصح مش مجرد منفذ اوامر، المصمم الصح هو اللي بيساعدك تكتشف ايه الصح اللي المفروض يكون في دماغك عشان تكبر البيزنس بتاعك. عايز تعرف ايه الاسئله اللي ممكن تكشف لك اذا كان المصمم اللي معاك مجرد منفذ او شريك استراتيجي للبيزنس بتاعك؟ اكتب لي في التعليقات كلمه شريك وهبعت لك ملف فيه 5 اسئله تسالهم لاي مصمم قبل ما تشتغل معاه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، واستناني في فيديوهات جايه عشان الجاي اكيد هيفيدك.